مرحبا، كيفكن؟ يسعد اوقاتكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم رح نعمل امر الدين، خصوصا هلا موسم المشمش، لازم نعمل شوية امر الدين ونخزنها. جبت المشمش، غسلته وقطعته. هلا انا رح اعمل مقدار كيلو، وانتو على هالمقدار بتزودوا الكمية اللي بدكن اياها. لكيلو المشمش رح نحط له هلا كوب من السكر بعد ما قطعناه، ورح نحطه على جنب حتى ينزل ميته. انا رح جهز قطر سميك، كوب ونص من السكر، رح احط لهم ربع كوب من المي، ونصف معلقة ملح الليمون صغيرة، معلقة الشاي، ورح ارفعهم على الغاز واعمل منهم قطر كتير سميك. هلا اذا متوفر عندكم عسل الكلوكوز تجهز، جيبوا واستعملوا، بس هذا بديل إله. برفعهم على الغاز وبعمل منهم قطر سميك. بعد ما يبلش يغلي 5 دقايق بحطه على جنب حتى يبرد. هلأ باخد المشمش بعد ما نزل منه شوية مي، وبحطهم بطنجرة وبرفعه على الغاز وبخليه يغلي شوي، ما كتير مشان ما يتغير لونه، بس تطرى الحبة. بطفي عليه وبحطه على جنب مشان اضربه بالخلاط. شايفين هيك قوامه ولونه بيضل اصفر، ما بنطبخه كتير من عقده. هون ضربنا المشمش بالخلاط وصفيناه بمصفاية ناعمة بهذا الشكل. اذا بدكم ما تصفوه بيمشي الحال، بس اضربوه بالخلاط. هلأ بناخد المشمش اللي ضربناه بالخلاط وبنحطه بطنجرة، ورح نحط فوقه كوب من القطر السميك اللي عملناه، او كوب من عسل الكلوكوز الجاهز، وبنرفعهم على الغاز وبنبلش بنعقد فيهم حتى يشبك معنا أمر الدين. بتمنى إذا كنتوا عم بتشوفوني لأول مرة إنه تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك لدعم الفيديو، بتشكركم كتير. وهلأ هون قبل ما أطفي عليه بدوب معلقة نشا ذرة بمعلقة مي، بحركهم هيك مع بعضهم وبحطهم فوقه وبغليهم مع بعضهم ومع أمر الدين دقيقتين. ببلش يتقل معي، بطفي عليه. هيك بيكون صار جاهز، تعقد وشبك وتقل معي. رح نطفي عليه ونجهز صينية ونحط فيها كيس نايلون. استعملت كياس الفريزر، فتحتهم وحطيتهم، ورح ادهن الكياس بزيت وصب أمر الدين عليه بهي الطريقة. هلأ سماكته مثل انتو ما بتحبوا، اذا بتحبوه سميك بتسمكوه، بس بياخد معكم وقت على الشمس اكتر. بتحبوه رقيق بترققوه، بتركوا شوي حتى هيك تهمد حرارته، بعدين بطالعوا على الشمس وبحطه. بياخد معي وقت على الشمس 4 أيام. فينا نغطيه بشاشية بعد ما ينشف وجهه. هلأ هون أول يوم لساته طري مثل ما شايفين، مرق عليه يوم بالشمس. هون اليوم التاني مرق عليه يومين، بلش ينشف مثل ما نكون شايفين. كمان فينا نعمل أمر الدين بدون سكر أبدا. نطحن المشمش على الخلاط ونصفيه ونحطه بصواني وننشفه على الشمس. هلأ هون أنا باليوم الثالث لقيته ناشف، لقيت وجهه ناشف. دهنت وجهه بزيت وحطيت كيس نايلون مشان ما يلزق، وهلأ رح أطبقه وبعد خزنه بالفريزر. بهي الطريقة بطبقه وبحطه بالفريزر وبيضل معي سنة كاملة ما بيصير له شي. هيك بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون نال إعجابكم. إلى اللقاء مع وصفة جديدة.